استأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الأحد القادم في 6 مساء. يعتبر التمرين الثاني بعد العودة من قطر. طبعا واضح شكل اللعيبة عامل ازاي وهجوم الجماهير الكبير جدا بعد اللي حصل من الخروج امام باتشوكا المكسيكي في مباراة كانت اقرب الى الاهلي بشكل كبير جدا، لكن قدر الله ما شاء فعل. طبعا في بعض الغيابات ما زالت مستمرة. علي معلول انضم لهم كمان للغائبين من مباراة باتشوكا طاهر محمد طاهر وعلي معلول، ومحمد هاني بدأ يرجع للتدريبات وبقى قريب جدا من العودة للتدريبات الجماعية. طبعا تركيز واضح على اللعيبة بشكل كبير. كولر طبعا بيجهز بعض اللعيبة لمباراة شباب بلوزداد. طبعا وسام موجود وحسين الشحات، كهربا، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، الدبيس، عمر كمال، احمد كوكا. كل اللعيبة واضح طبعا تأثر بنتيجة مباراة باتشوكا، لكن ان شاء الله القادم يكون خير من خلال الاستعداد القوي لكأس العالم اللي يقام في يونيو ان شاء الله. كولر حمزة، علاء، شوبير، كل اللعيبة طبعا. امام عاشور، محمد هاني بدأ مشاركة بسيطة مع الفريق، لكن كتمرين كامل لا، لسه ما نزلش التمرين كامل، لكن بقى قريب جدا وفي مرحلة التأهيل للعودة للتمرين الجماعي وبالتالي المشاركة في المباريات القادمة. قفشة طبعا، ياسر إبراهيم. واضح طبعا شكل التمرين والإصرار من اللعيبة على تصحيح الأخطاء من خلال الشغل الفني من كولر. تسديد على المرمى الحقيقة كانت سلبية كبيرة جدا في مباراة باتشوكا، لازم الشغل عليها بشكل مستمر من جميع اللعيبة علشان نرجع تاني نسجل من التسديد. وكل التوفيق للاعبي النادي الأهلي في المباريات القادمة إن شاء الله.